الفيديو ده في اكبر رد على كل اللي بيدعي على النادي الاهلي انه بيكسب بالتحكيم، والحقيقة هي علشان بس يبرر فشله. الفيديو ده فيه اكبر دليل واكبر اثبات عايزينه يوصل لكل الناس. جماهير النادي الاهلي لهم كل الاحترام وجماهير نادي الزمالك علشان يعرفوا الحقيقة. وموضوع التحكيم وموضوع المجاملات ده ليس له اي اساس من الصحة. النهاردة احنا الهجوم علينا كبير جدا علشان بس بنقول كلمة حق. المطلوب ان احنا نفضل نطبل ونجامل ونمشي ورا نظرية اسمها المؤامرة مش موجودة غير في الخيال. فعشان كده احنا بعد اذنكم محتاجين دعمكم من اللي احنا مستمرين وموجودين بيه، من خلال الاشتراك، من خلال لايك بسيط، من خلال تفاعل بكومنت اذا الكلام اللي احنا بنقوله عجبك وحاسس ان احنا فعلا بنقول كلمة الحق. النهاردة النادي الاهلي هو اللي بيطلب تحكيم اجنبي. مش ده احنا كنا عايزينه؟ مش هو ده كان مطلب الغير؟ مش هو ده كان مطلب نادي الزمالك؟ طب النهارده النادي الاهلي اللي انت بتقول عليه بيتجامل وبيكسب بالتحكيم هو اللي بيطلب وبيقول انا عايز تحكيم اجنبي. والحقيقة ان الرد يعني هتستغرب منه، ان اتحاد الكورة وان رئيس لجنة التحكيم هو اللي بيقول لا، هو اللي بيقول مفيش للنادي الاهلي اللي انت بتقول عليه بيتجامل وبيكسب بالتحكيم، هو اللي بيقول له لا مفيش تحكيم اجنبي، هو يا تحكيم مصري يا بلاش. مع ان السوبر كان بتحكيم اجنبي فقال لك لا ده السوبر كان بره. وعلى فكره التحكيم الاجنبي في السوبر هو يعني النادي الاهلي فاز بيه. يعني النادي الاهلي اللي بتقول بيغلب بالتحكيم المصري هو اللي فاز في السوبر بتحكيم اجنبي. ولا هو كمان التحكيم الاجنبي يعني ولا هنعمل ايه؟ هنلعب مباراه من غير تحكيم يا جماعه؟ ما احنا عايزين نفهم، يعني عايزين يبقى الموضوع مفهوم. النهارده النادي الاهلي ومجلس ادارته بيطلب تحكيم اجنبي لانه يشعر بشبهه توجيه الدوري على حد قول بيانه وطلبه للزمالك وبيراميدز. سواء كلامه صحيح غير صحيح فهو في الاخر النادي الاهلي اللي بيتهم انه بيكسب بالتحكيم المصري هو اللي بيطلب تحكيم اجنبي، وهو اللي طلبه بيترفض. النهارده انا كزملكاوي المفروض ان انا اكون في صف مش التحكيم الاجنبي هينصفني، هو مش التحكيم المصري بينصف الاهلي. ما احنا عايزين الكلام بالعقل ويوصل لأولي الألباب وأصحاب العقول، وصاحب العقل يميز. إذا كنت أنا كزملكاوي وكجمهور زمالك له كل التقدير والاحترام عايز تحكيم أجنبي، أهو النادي الأهلي عايز نحط في إيدينا في إيدين بعض لو عايزين صحيح. تحكيم أجنبي صحيح. أما بقى لو في حاجة تانية يبقى ما زعلش لما يتقال عليا احتواء ولما يتقال عليا بتاع والكلام ده. ليه بقى؟ لأنك هي الكورة هي في ملعبي دلوقتي. النادي الاهلي اللي انا بدعي عليه وانا بقول لك ادعاء كذب لان انا شفت اخر مباريات، يعني انا مش هحكم لك على، لكن الموضوع اتفتح قوي، بقت السوشيال ميديا والدنيا كلها اتكلمت على اخر مباريات، عدم حساب ضربات جزاء وعدم حساب طرد وحاجات كتير جدا بتحصل في مباريات النادي الاهلي واتفرجنا عليها. فالكلام فعلا ما ينفعش اقول ابدا انه بيتجامل بالتحكيم. قبل ما اتكلم في اي حاجه وقبل ما اخد من اخويا ريمو الكلام واكلمك في كلام كتير على موضوع التحكيم الاجنبي اللي طلبه النادي الاهلي ده، معايا حاجه لازم تشوفها لانه اعتذار واجب، لان في موضوع كبير هتكلمكم فيه دلوقتي. بس قبل ما اقول لك الاعتذار الواجب ده، يقول لك ما ينفعش تخانقني في ايه في ايه وتصالحني في حاره، يعني اللي هو ما ينفعش تقول كلام قدام الناس وتاخدني بعد كده تصالحني او تعتذر لي عن الكلام ده والدنيا فاضيه. فانا الاعتذار واجب اولا للكابتن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي الكبير. وقبل ما اوريك الصوره اللي معايا دلوقتي والبوست اللي معايا ده واللي هتتفاجئ بيه زي ما انا اتفاجئت بيه، بس مش هقول لك اتفاجئت لان دي اخلاق الكبار ودي اخلاق كابتن كبير زي كابتن النادي الاهلي محمد الشناوي. بس بطلب منك ان الصوره دي توصل لكل الناس وتديني اللايك المتين على الكلام اللي انا هوريه لك ده. اتفرج كده، دي صوره كابتن النادي الاهلي، ولازم اقولها هنا 3-4 مرات، كابتن النادي الاهلي كابتن النادي الاهلي كابتن النادي الاهلي، لان الموقف ده ما يطلعش غير من كباتن كبار. الموقف ده يا جماعه ما يطلعش غير من كباتن كبار، وهو متصور مع الكابتن مصطفى شوبير ابن الكابتن احمد شوبير الحارس الكبير
واللي صنع اسمه في مباريات قليلة جدا، حراس كبار لعبوا اكتر منه مباريات وعملوه، ما عملوش نص اللي عمله اهو، وحاطط عليها قلب ومتصور حاطط عليها كل الدعم ليه، علشان بالصورة دي هفهمك حاجات كتير، بس بعد اذنك هو حاطط عليها قلب. الصورة دي تستاهل مننا على يوتيوب مليون قلب. هقول لك ليه. الصورة دي بعد ما كل الناس قالت وانا واحد منهم، عشان كده كان لازم اقدم الاعتذار، بعد ما وردت الينا الاخبار ان الكابتن محمد الشناوي متضايق وزي ما بيقول لك مستاء على رأي ما بيقولوا يعني، فهو متضايق جدا من ان مصطفى شوبير بيلعب في المباريات الاخرانيه وهو بقى جاهز. فاحنا طلعنا وقلنا من حق الكابتن مصطفى شوبير انه يلعب طالما هو اللي جاهز. فالعدل بيقول ان في حارس مرمى بيأدي وشغال معاك كويس وبيقدم مباريات عملاقه، فمن حقه ان هو يستمر، مش مجرد ما محمد الشناوي يجي هنقول لمصطفى شوبير اقعد دكه عشان ده الحارس الاساسي. فاحنا طلعنا واتكلمنا وقلنا وكانت واخدانا الجلاله زي ما بيقولوا، لان هو ده العدل. فكابتن محمد الشناوي قام رادد علينا وعلى كل الاخبار بالصوره اللي انتوا شايفينها دي، ان هو الراجل بيقدم كل الدعم لمصطفى شوبير، وان الكلام ده مش صحيح، وانه بيدعم الراجل، وكان الراجل هيكون موجود في مباراه الترجي سواء لعب اساسي او ما لعبش، سافر مع البعثه. وكان كولر على فكره النهارده الجديد بقى اللي ما تعرفوش، ان كولر طلب منه التواجد مع بعثه النادي الاهلي حتى لو هو مش هيشارك بشكل اساسي، لان ده كابتن النادي الاهلي، فداعما للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي ولاعيبه زمايله والمصطفى شوبير، وعشان يقول ان كلنا واحد. هي دي اخلاق النادي الاهلي، هي دي اخلاق كباتن النادي الاهلي، هي دي اخلاق كابتن كبير، مش كابتن بس للنادي الاهلي، كابتن لمنتخب مصر ولاعب والحارس الاساسي لمنتخب مصر والحارس العملاق، وهي دي اخلاق العمالقه. احب اضيف كلمتين قبل ما ادي لاخويا ريمو الكلام. اما بقى عن موضوع الحكام الاجانب، النادي الاهلي ما اخفيش عليكم، الاخبار كلها بتقول ومصادرنا بتقول ان النادي الاهلي في شق كبير في مجلس ادارته مش عاجبه في الفتره الاخرانيه، ومش عاجبنا احنا الصراحه، احنا كمان التحكيم، وبيقول ان التحكيم رايح في كفه ناس معينه، وده بيهدد مسيره النادي الاهلي في الدوري العام، وهو شايف ان في بشكل او ما طريقه لان الدوري العام يتوجه في سكه معينه. طب عايزين تقطعوا الشرط باليقين زي ما بيقولوا، هاتوا حكام اجانب. مش ده الزمالك كان يعني احنا كان دماغنا صدعت ان احنا اللي عايزين حكام اجانب والاهلي مش عايز. طب الحقيقه وضحت يا جماعه، هو الراجل بيقول هاتوا لنا حكام اجانب، هاتوا لنا حكام اجانب. والمشكله بقى يا ريمو انه بيقول لك على تكلفته الخاصه، يعني بيقول لك هاتوهم لي وانا وسبق يعني احقاقا الحق سبق ان نادي الزمالك يعني طلب لما حس كده، فالموضوع يعني طالما الطلب مشترك يبقى خلاص بقى الامور بقى يعني واضحه. حتى لو انا هبعد وهفترض حسن النيه وما فيش سوء نيه وهي اخطاء تحكيميه، طب خلاص بقى يعني تعبنا منها وعايزين كل واحد ياخد حقه، النهارده بنتكلم كده ليه؟ لان دوري قوي. افهم بقى الكلام اللي عايزينه يوصل لكل اللي بيحب الكوره وكل اللي بيحب مصلحه الكوره المصريه. النهارده دوري قوي هيعبر عن منتخب قوي. صحيح. النهارده دوري قوي هيعبر عن انديه قويه، ما يبقاش مستواها خادع، ما يبقاش بتشارك في الدوري بشكل وبيتحسب لها حاجات وبتطلع في افريقيا بيتبنى على حقيقتها. وده مش في مصلحه الكره المصريه ابدا، لان في الاخر هي الانديه المصريه، سواء بقى الاهلي، سواء الزمالك، سواء بيراميدز بيطلع يمثل مصر، سواء فيوتشر، سواء اي نادي، الاسماعيلي المصري، اي نادي مصري على ارض مصر بيمثل مصر في بطولات افريقيه. فانا من مصلحتي ومن مصلحه الجميع ان يبقى في عداله كرويه، مش من مصلحتي ابدا ان نادي كبير زي النادي الاهلي يتظلم تحكيميا، مش من مصلحتي. وانا بقول لك فكر فيها على الحياد وبالضمير، مش من مصلحتي ابدا كزملكاوي ان النادي الاهلي يتغلب او انا يتظلم او انا اتظلم او اي نادي مصري يتظلم. احنا عايزين نلعب في تكافؤ فرص، في مسابقه حقيقيه، في عداله حقيقيه، كل شيء يبقى ماشي مظبوط علشان نقدر نرتقي بمستوى الكره المصريه. هي كل اللعبه اللي احنا بنلعب فيها دي في الاخر
علشان نرتقي بمستوى الكرة المصرية، وعلشان يبقى عندي دوري مصري ممتع ويجذب الجميع. الموضوع له ابعاد كبيرة جدا، مش بس كده. فاما انا اطور من التحكيم المصري بتاعي واخد بالي بقى صحيح. من الشكاوى، واخد بالي من الامور دي، واخد وعيد وازيد. وكان بيتعمل برامج وحاجات زي كده، وبتطلع تقول فين الكلام ده، وتطلع تقول الحالات التحكيميه، ونطلع الكلام ده ما بقاش موجود. ليه؟ من لجنه التحكيم برضو ده عليه علامه استفهام. فلمصلحه الجميع طلب النادي الاهلي جاي في مصلحه الجميع، ويا ريت ان احنا نتكاتف معاه في المباريات الهامه، في المباريات اللي زي ما يشوفوا. خاصه ان بقول لك هو مش هيكلف حاجه، ولا هيكلف اتحاد الكوره، ولا هيكلف لجنه التحكيم ولا غيره، لا. فالنهارده وطبعا كل التقدير وكل الاحترام للكابتن محمد الشناوي، اذا كنا يعني جينا كده ولا كده من الحماسه لأوفا ومصطفى شوبير على مستواه الجميل اللي هو بيقدمه، فبرضه يظل محمد الشناوي له كل الاحترام وكل التقدير، وحارس منتخب مصر الاول، وحارس الاهلي برضه اللي هيظل الاول. عايز اتكلم بقى في كلام مهم جدا وسبته للاخر عشان بيقول لك ختامه مسك زي ما بيقولوا. الكابتن عصام الشوالي. الكابتن عصام الشوالي، واللي فاجئنا بتصريح غريب، بس انا حبيت اصحح له معلوماته واقول له مبدئيا، ويا ريت، انا عارف ان فيديوهاتنا بتوصل له، يا ريت الفيديو ده الناس كلها توصله للناس كلها. وزي ما قلت لك عايز اللايك المتين على كلامي ده. عايز اقول له يا كابتن عصام يا شوالي، القضيه واحده بس، وهي مسجله في الشهر العقاري باسم محمد مجدي قفشه لاعب النادي الاهلي. لكن ما تجيش تقول لي ان ممكن، على راي كابتن عصام الشوالي بيسالوه ايه رايك في نهائي اللي هيتم ما بين الترجي والنادي الاهلي، فبيرد عليهم ويقول له انا من رايي ان هيكون في قضيه جديده. هيعملها مين يا عم القضيه الجديده ده؟ قال لك القضيه بتاعت رودريجو، هيعمل قضيه رودريجو ده حتى مش لايقه. ايه قضيه رودريجو ده؟ القضيه دي حاجه بلدي. القضيه دي لما يعملها قفشه، مجدي قفشه لايقه قاضيه ومجدي، انما ايه قضيه رودريجو دي؟ قاضيه لاتيني، قاضيه فرنجي يا راجل عيب. القضيه النهارده لما تيجي تقول قضيه مسجله باسم مجدي قفشه، فاحب اقول لك بلاش الكلام المستفز ده يا كابتن عصام. يا كابتن عصام وانت ما اتعلمتش وعرفت. هو انت ما بتحبش الترجي؟ هو انت لو عايز الترجي ومتعمد ان الترجي يخسر مش هتقول كلمه زي دي. ما كلنا قلنا قبل كده ان اللي بيستفز النادي الاهلي في الاخر بيتلب. وشوف الفرق الكبيره والفرق الصغيره والفرق العنتيله والفرق كل الفرق، ما في انت اقربها كلنا. مدير فني مازيمبي قال الكلمتين دول، ومدير فني سيمبا قال الكلمتين دول، وكلهم قالوا نفس الكلام. فبلاش دخلت انك ميت وانهم ميتون اللي بتعملوها مع النادي الاهلي. فما تطلعش تقول ان قضيه رودريجو. احب اقول لك ان انت عشان الكلمتين دول ان انت ممكن ما تشوفش رودريجو دول ده في الملعب اصلا. ده في مباريات يا جماعه لو بيلعب فيها كريستيانو رونالدو قدام النادي الاهلي هتقول هو كريستيانو رونالدو مش مكسر الدنيا قدام النادي الاهلي، مش ظاهر ليه؟ حرفيا الكلام اللي بقوله لك. او ميسي هتشوفه قدام النادي الاهلي مش هتلاقيه. فتيجي تقول لك اصل قضيه رودريجو مش لاقي يا كابتن عصام. وبلاش التصريحات الناريه والتصريحات اللي بنركب فيها الترند عشان في الاخر بتزعلوا. واسال الكابتن اسمه ايه فراج ريمو، وليد اساله لما طلع قال لك بعد مباراه الاتحاد بنهزر معاك يا اهلي. ليه يا اهلي انت بنهزر معاك؟ وانت يا اخي ما يهزروش معاك. الراجل طلع بكى في التلفزيون. فبلاش الكلام اللي يسخن النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. او بقول لك هي مصلحه فعلا هي مصلحه. لان النادي الاهلي يعني لما بيستفزوا لعيبته وكده، واتمنى ان التصريحات بتاع الكابتن عصام الشوالي توصل لهم، لان ده في اوضه اللبس، ولان ده في المحاضرات الفنيه بيثير حفيظه لاعبي الاهلي وبيثير حماسهم، وبيبقى عندهم روح قتاليه اكتر ان هم ينزلوا. والحقيقه كل المقابلات تاريخيا ما بين الناديين الترجي التونسي اللي احنا بنحترمه طبعا ونادي شقيق، والاهلي المصري، وده طبعا اللي بنسجل المره المية ان احنا نشجع النادي الاهلي المصري في البطولات الافريقيه، لانه ممثل مصر، وكل قلوبنا معاه ومع جماهيره في مبارياتين اللي احداهم هتبقى في تونس، ومباراه الاياب هتبقى هنا في استاد القاهره، وهيحسم اللقب باذن الله. دعوات الملايين معاه، ولكن تاريخيا التفوق للنادي الاهلي.
وفي كل شيء، حتى في عدد البطولات وفي الاحصائيات وفي كل حاجه. النادي الاهلي هو المهيمن على افريقيا. وده مش كلام انت بتقول لي، هتقول لي انت زملكاوي ازاي بتقول كده؟ يعني انا يعني مثلا هخترع تاريخ من عندي، هجيب ارقام هالفها علشان ارضيك؟ الارقام كلها لصالح النادي الاهلي. لو عايزين ان احنا نبقى الكلام ده يعني بيعز علينا كزملكاويه، نجتهد ونشتغل، ومش عيب ابدا نتعلم. بدل ما كان في مرحله خدنا فيها دوري او 2 وكانت يعني صحيح. مرحله نجاحات وكل شيء، ولكن كنا ساعتها عمالين نقول تعالوا هاتوا الاهلي يعمل محاكاه عندنا، الاهلي هيعمل محاكاه عندي. يعني ده كلام هزار يا جماعه. اوصل لعدد البطولات واوصل للنجاحات واتكلم زي ما انا عايز واحط رجل على رجل، وحتى الكلام هيبقى مسموع. حتى الكلام بالنسبه لاخواننا الاهلاويه هيبقى مش بيضحكوا عليه، هيبقوا شايفينه كلام موزون فعلا، لانه مستند على حقيقه. كل التوفيق للنادي الاهلي طبعا في مباراته امام الترجي التونسي، وكل التوفيق لنادينا الزمالك في مباراته مباراه الاياب اللي هتحسم البطوله اللي احنا محتاجينها جدا. وبندعو كل الشعب المصري طبعا انه يشجع الزمالك ويبقى خلفه في بطوله افريقيه هو فيها ممثل مصر.